اتمنع في بلد وبقى مشروب الخليج الأول. تخيل إن كوباية شاي ممكن تعمل أزمة سياسية. شاي الكرك اللي دلوقتي رمز ضيافة في الخليج أصل حكايته أبعد من كده بكتير. الكرك جه من الهند وجاي اسمه من كلمة كركة، يعني الشاي القوي. الإنجليز بقى أيام الاحتلال نقلوه من الهند ونشروه في حتت كتير جدا، عدلوا على مزاجه. بس الخليجيين قالوا لك لأ، غيروا فيه تغيير كامل، خلوه غني ومتبهر وفيه نكهة ما تتنسيش. شاي اسود على شوية لبن وحبهان وزعفران وجنزبيل وكمان قرفة، يغلي غليان طويل ويتسبك عشان يطلع تقيل ومليان أطعمة. والمفاجأة بقى إن في بعض مناطق في الهند زمان كان ممنوع يتباع بره الطبقة الراقية. اه والله، والنهاردة بقى مشروب شعبي في الشارع الخليجي، من أول الكافيهات الفخمة لحد عربيات الكرك على الرصيف. وده كان مش مجرد بس شاي، ده كان كرك، ومش أي كرك، دي حكاية نكهة عدت حدود الطبقات والبلاد. ودي كانت حكايتنا النهاردة في الأكلة وما فيها. ولو عجبك الفيديو اوعى تنسى تعمل لايك وسبسكرايب.